هلا يا حلوين، الجو تلج وبالليل بيبقى نفسنا دايما في حلويات. انا عن نفسي دلوقتي عايزه حاجه كده كلها صوصات، حاجه كده دوناتس تكون فظيعه وسينابون متغرق في الصوصات. يبقى مين؟ اكيد سيمو سويت. على طول طلبت من سيمو سويت، وعايزه اقول لكم لازم اوريكم الحاجه وهي لسه جايه قبل ما ادوقها. بصوا، عندها دوناتس وسينابون وكل الحلويات. بجد تجنن. اولا اسعار، ثانيا نظافه، ثالثا الحاجه طعمها يجنن. وتعالوا كده ندوق مع بعض ونشوف الدوناتس ايه اخبارها. اكتر حاجه عجبتني في الدوناتس وان هي العجينه بتاعتها قطنيه كده وهشه، ودي اكتر حاجه بتشدني في اي دوناتس. انا ما بحبش الدوناتس الناشفه خالص، خصوصا ان انا عندي اطفال، فالاطفال بيحبوا دايما الحاجه الطريه اللذيذه. دي كانت طعمها يجنن. يعني عايزه اقول لكم الاطفال هيحبوها جدا. كانت متغرقه صوصات زي ما كنت بحلم بالظبط. عايزه اقول لكم الشوكولاته او الفراوله او اللوتس او البلو بيري، كل الاطعمه عندها تجنن. الحاجه ريحتها كانت تجنن. انا بهتم جدا بريحه اي مخبوزات جايالي، لان انا بتبسط من ريحه الحاجه الحلوه بصراحه. ودي كانت ريحتها واصله من قبل ما افتح حتى العلبه. دي بجد الدوناتس كانت حلوه قوي وهشه جدا، وده اللي عجبني. نيجي بعد كده ان دي بقى كانت مكسرات ولوتس وحاجات قمر جدا للناس اللي بتحب المكسرات بقى. دي كانت لذيذه قوي قوي. نيجي بقى نشوف السينابون. السينابون كان عالمي. بجد السينابون فظيع زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم نفسي في صوصات متغرقه، والصوصات عندها فعلا بتكون غرقانه كده في الحاجه. هتتبسطوا قوي من عندها. زي ما قلت لكم ريحه الحاجه مهمه قوي بالنسبه لي، وريحه الحاجه كانت فظيعه. الفراوله ده كان حاجه كده معديه، لازم لما تجربوا السينابون اللي بالفراوله. كان فظيع، كلهم كانوا حلوين. بعد لما اكلتهم كلهم طبعا كانوا كلهم يجننوا. بجد اتبسطت قوي قوي من السينابون، واتبسطت قوي قوي من الدوناتس. وعندها حلويات كتير قوي، والنظافه حلوه جدا. وكمان الاسعار عندها تجنن، لازم تجربوها. بجد هتتبسطوا من سيمو سويت جدا جدا، وهتقولوا لي ان فعلا الدوناتس والسينابون عندها مميزين. هسيب لكم اللينك وهتتبسطوا قوي. باي.